السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي اخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. هيخلص العيد بقى ونرجع لأساس القناة والشغل بتاعنا. هنعمل النهاردة طقم الديسبنسر الترندي اللي طالع موضة ومكسر الدنيا. هظهر لكم صورته على الشاشة. هعمله معاكم بكل سهولة، وانا عندي ازازتين كانوا مركونين، وبعدين لما شفت الطقم ده طالع فجه في بالي ان اصلا الازاز دي شبههم نفس المقاس كده. فلقيت قعدت ادور عليهم، كان دول بتوع بابا. هو بابا اصلا يعني شغال في التحاليل وكده، وبيبقى مثلا فيها كحول، فيها حاجه زي كده فبتفضى فبناخدها منه. المهم يعني لقيت واحده لونها زي الشفاف كده، وواحده بيضه نص. هم اصلا فيها اسود وابيض، فانا قلت هسيب البيضه ودي هرشها سبراي، اي سبراي او دهان اسود او لاكيه اسود، اي حاجه. المهم ان يكون عازل للميه. ودي هسيبها وهنا هدهنها عندي برضو سبراي ذهبي، او ايه اللي هو يعني انا عندي برضو اللي هو الدهان لهبي، اللي هو ده اسمه ريترو، بس هو ابني دلق وكده. الفكره ان انا هدهن الغطا بس، ده الحته الجزء ده كده هدهنه ذهبي، او المفروض ان هو لون خشبي كده، يعني ذهبي هادي كده. هدهنه ذهبي، والمفروض دي بتبقى اصفر بس انا مش هدهنها، انا حباها كده. المهم هي الازاز دي اصلا بغطيان عاديه، يعني كان لها غطا عادي، وانا اخدت دول اتنين بتوع شاور، رحت مركباها عليهم وجت عليهم، يعني سبحان الله دي مسهله عندي. وهعملها معاكم ونشوف ان شاء الله النتيجه هتطلع. اول حاجه انا هعملها هدهن دول الاول، اللي هم دول، وهسيبهم ينشفوا سواء بقى بالسبراي او بالدهان ده، وهسيبهم ينشفوا. وبعدين هروح ماسكه دي بقى ادهنها ايه بالاسود، وبعد كده هنكتب سوا الكلام بالظبط بحيث ان احنا زي الحقيقيه واحسن ان شاء الله. هنعملها وارجع لكم تاني اوريكم عملت ايه. هنا ده بعد ما دهنت الغطا بالذهبي عشان يبقى نفس اللون، ودي البيضه ودي اللي هدهنها بسبراي الاسود. دي اول حاجه جبت شحت قلم دوكو اسود، اخدته من عند اختي كان عندها يعني، وقلت هاتيه اكتب بيه. وبعدين جبت الازازه من فوق قسمتها، سبت 3 سنتي من فوق وعملت خط كده خفيف بالقلم الرصاص، ورحت محدده طول الكلمه اللي انا هكتبها كانت 4 سنتي، حددتها برضو من تحت، وعملت خط بالقلم الرصاص من فوق بعد 3 سنتي، وفي النص 4 سنتي، ورحت عامله خط تاني بحيث ان انا لما اجي اكتب الكلمه او الحروف بالطول ابقى كله على مستوى واحد، ما اطلعش فوق ولا انزل تحت. وكده كده الخط هيتمسح بعد القلم تاني، يعني بالقلم الرصاص قصدي هيتمسح تاني. نفس الحكايه هعملها مع الاسود، بس ممكن لو عايزه تحددي مثلا بقلم كحل ابيض او اي حاجه بحيث انها ما تبانش وتتمسح تاني. او لو القلم رصاص ممكن هيبان برضو مع الاسود عادي، تكتبي على الاسود برضو يا بقلم دوكو يا اما بالقلم الكوريكتور اللي هلاقيه متاح عندي هعمله. انا هنا بعد ما خلصت الفينش بتاعهم وعملت زي ما قلت لكم، بصوا تقريبا الملامح بدات تظهر اهي. بس ما فاضلش غير الكوستر. طبعا مش لازم الكوستر لو مش عايزه، انا يعني انا بوريكم مثلا، لا يعني بحاول اطلع الشغل شبهه لحد اخر حاجه. ممكن احط كده لو عايزه. انا عندي الحته دي اسمها ستيكر خشبي، مش نفس الدرجه الفاتحه بس مش مهم. هروح ايه لازقاه على ده. ممكن تلزقيه لو انت مش محتاجه الكوستر، بس انا محتاجاه بعدين يعني. فلزقته كده بالسولوتيب من تحت، ما حبيتش افك الستيكر عشان اللزق بتاعه مش يطلع معايا دهان الكوستر تاني، وانا محتاجه اصلا الكوستر بالدهان. وادي كده شكله بعد ما خلص اهو. هو تقريبا نفس الفينش، هي السودا بس اللي مش عارفه يعني ايه اللي حصل لها، السبراي بتاعها ماله. والعيال كانوا مسكوها، وللاسف السبراي كان في الشقه التانية، مش عرفت اظبطها لكم تاني. بس الفكره اهم حاجه انها تكون وصلت، ان احنا نقدر نعمل اي حاجه باي حاجه عندنا. يعني دول ازازتين انا عايزه اقول لكم مرمين عندي بقالهم سنين، بس النتيجه والفينيش كان مرضي. انت ممكن هنا الفكره ان انت تقدري تعملي اي حاجه باي حاجه عندك، مش شرط يعني تشتري والحاجه بالغلا. الطقم ده كان شايفاه معدي 300 جنيه، انا عملته بلا شيء. الازاز دي مرميه عندي بقالها سنين، ولحد ما ببص عليها كده افتكرتها وعملتها. عايزه اقول لكم ان كلمه ديشز اللي على الاسود كاتباها بالكوريكتور، عشان كده هتلاقيها متبهدله. عايزه اقول لكم حاجه، ان الطقم ده عملي اكتر من الجديد كمان، لان ده بلاستيك والتاني ازاز ممكن يتكسر معايا في اي وقت او في اي خبطه، فده بالنسبه لي احسن وافضل، غير ان انا عاملاه بايدي. فهو كمان
يعني بلاستيك، وحاجة مفرحة بجد. المهم انا كده خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستفدتم من الفكرة نفسها وصلت لكم. لو عجبك الفيديو مش تنسي تحطي لايك، تشتركي في القناة لو اول مرة تشوفيني، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واستنوني في فيديو جديد، واي استفسار تحت امركم في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.